الشهداء اللي سقطوا امبارح، بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف اللي المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقول لكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي، في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. طب ليه؟ الكلام ده بيتعمل عشان خلي بالكم، وكلام لكل المصريين، الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش ويكسر جيش مصر باعتباره العمود، عمود مصر. هو انتوا يا مصريين ناويين تنجحوا؟ هو انتوا يا مصريين ناويين ترجعوا الدولة مرة تانية؟ هو انتوا بتتحركوا في كل الاتجاهات وتحققوا نجاح في كل حاجة؟ لا، مش مطلوب ان مصر تنجح. انا بكلمكم يا كل المصريين، انتبهوا، انتبهوا لما يحاك لنا، انتبهوا لما يحاك لنا. كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه، متوقعينه، واتكلمنا فيه وقلنا عليه من قبل 3/7، من قبل 3/7، واحنا عارفين ان ده مشوار احنا هنمشيه، وامر احنا هنقابله. وكنا بنقول يا يقابلوا المصريين يا يقابلوا الجيش، فقلنا الجيش يقابله. مش عايزين نتهز. اوعوا تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش، لا ازاي؟ بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. وانا قلت مرة قبل كده ده سقط، وفي شهداء سقطوا قبل كده، وفي شهداء هيسقطوا تاني وتالت، لان دي قضية وحرب كبيرة. مصر بتخوض حرب وجود، مصر بتخوض حرب وجود. ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد، ما نتلخبطش. نزعل نتأثر لكن نبقى عارفين ابعاد المؤامرة الكبيرة ضدنا. انا ما بقلقش الا من حاجة واحدة بس، خوفي عليكم انتوا يا مصريين. لكن اي حد تاني واي تحدي تاني واي تهديد تاني لا، ما بيشغلنيش. طول ما المصريين، وانا بتكلم، طول ما المصريين واقفين ومنتبهين ومش ناسيين ان الهدف كان اسقاط الدولة ديت، ومش هتسقط بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المصريين اللي موجودين وعارفين الكلام اللي انا بقوله ده. بقول تاني، كل التحديات اللي موجودة تهون، وكل المشاكل اللي موجودة تهون طالما الشعب المصري منتبه وصامت. هو مع جيشه وشرطته كده، مع أجهزة الدولة كده. هو حد هيخش بيننا وبين بعض ويلخبطنا ولا ايه؟ حد هيخش بين الشعب المصري وبين جيش مصر وبين أجهزة الدولة في مصر ويلخبطوا ولا ايه؟ ده الخطر الحقيقي علينا. الخطر الحقيقي علينا كده، ان احنا نبقى دايما شايفين التحدي وعينينا عليه. احنا ثابتين ومتحركين في اتجاه هدف واحد، اعادة الدولة المصرية الى مكانتها ويزيد. اعادة الدولة المصرية الى مكانتها ويزيد. ده مش سهل، ده عايز صبر وفي معاناة وفي ألم وفي دم، كلنا هندفعه، بس عشان خاطر بلدنا، بلدنا دلوقتي وبلدنا للأجيال القادمة.
محصلة العمل خلال